من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه، والمقلتان إليه ناظرتان. فاعمل لجنات النعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب انه يعجبكم وينال رضاكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال ان شاء الله. فيديو النهارده تشجيع جدا وهيشجعك ويخليك تقومي تشوفي كل اللي وراكي. اول حاجه كده عملتها في يومي اني بدأت كده بالصاله انضفها كده، ونفضت كده الكنبه كويس عشان هشيل كده ايه الفرش اللي عليه واحط فرش نضيف. خلاص كده جبت الفرش النضيف بتاعي، وهبدأ ايه ان انا افرشه على الكنبة وهظبطه كده. وبرضو من الناحية التانية هظبطه كويس. انتوا عاملين ايه؟ طمنين عنكم. واحب اشكر كل الناس اللي اشتركت عندي في القناة. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي، نورتيني. وكل واحدة بتكتب لي كومنت حلو، شكرا شكرا من كل قلبي. تسلموا لي على كلامكم الحلو. تمام، خلصت كده هنا وهبدأ ان انا احط المخدات. خلاص كده خلصت الكنبة وبقيت تمام. دخلت هنا على السرير برضو هشيل الفرش برضو بتاع السرير والمخدة. كله ده طبعا هحطه ايه في الغسالة عشان ايه يتغسل. هنفض كده ايه السرير كويس. من اي حاجة عليه. تمام، جبت هنا ايه الفرش كده نضيف للسرير، وهبدأ ان انا ايه افرشه كده. هظبط كده الفرش كويس. انا طبعا هفرش كده ايه شوية معاكم، وانا طبعا هكمل بقية السرير كده مع نفسي. تمام، فرشت هنا السرير وهحط كده المخدة، وكده السرير بقى تمام. هنكنس كده الأرض، نكنسها كده كويس جدا عشان لسه ايه هنمسح كده ونروق الدنيا كده ونخليها زي الفل مع بعض. فيلا كده اتشجعي معايا وقومي شوفي اللي وراكي. ولو انت اول مرة تشوفيني اتمنى يا رب انت تشتركي، ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك وكومنت حلو زيك. هجيب كده الشرشوبة بتاعتي وهبدأ ايه ان انا امسح المكان كويس عشان ايه المكان كده يبقى نضيف وزي الفل.
والدنيا تبقى ايه تمام معايا. تمام. فايه همسح كده كويس جدا الارض عشان نخلي الدنيا ايه معانا فله كده. هبل طبعا الشرشوبة كده كذا مرة وايه وامسح الارض كويس. خلاص كده انا ايه خلصت كده. وادي شكل الصالة بعد ما خلصتها ونضفتها. بصوا الارض بقت نظيفة وزي الفل، بقت تحفة. فتعالوا كده ايه نحط كده دورة الغسيل اللي طلعناها كده ايه من الصالة، الكوفرتا والملاية وكل حاجة كده ايه نحطها دورة ايه دورة كده تتغسل. واحنا ايه نشوف اللي ورانا بعد كده. تمام. خلاص كده خلصت الحاجات اللي عايزة تتحط في الغسالة. هحطلها كده المسحوق بتاعها. تمام. وكده بدأت تشتغل الغسالة كده، هسيبها مع نفسها تشتغل. ويلا بينا ندخل كده على ايه المطبخ. كان في شوية مواعين كده ايه في الحوض عايزين نتغسلوا. تعالوا كده نغسلهم مع بعض ونشجع بعض كده. ولو وراكي شوية مواعين قومي اغسليهم معايا وتشجعي وخلصتي كل اللي وراكي. هما ما كانوش مواعين كتير، كانوا شوية قليلين، فهنغسلهم كده مع بعض ونتشجع. خلاص كده غسلت الكوبايات كده وهبدأ ان انا اشطفها كويس. وهرص كل حاجة كده في مكانها. زي ما انتوا كده ايه شايفين. فيلا بقى يا ست الكل، لو وراكي كده ايه اي حاجة قومي اعمليها معايا وخلصي مطبخك واقعدي كده ايه على رواقة. فاغسلهم كده ايه على طول. فيا رب يكون الفيديو عجبكم كده ايه وشجعكم. قولولي كده يا بنات غسلتوا السجاد والبطاطين ولا لسه؟ ولو حابين نغسلهم كده مع بعض ان شاء الله قولولي ونغسلهم سوا ان شاء الله في فيديوهات جايه. يعني قولولي ايه اللي انتوا حابينه نعمله كده مع بعض ان شاء الله عشان نشجع بعض. تمام. هنا كده وكنت قربت اخلص كده. اخر حاجه كده ايه هغسلها دي وبعد كده على طول
هغسل المعالق كده عشان اشطف كده مرة واحدة. حابة تشطفي شوية شوية مفيش اي مشاكل، بس كده بحس ان انا انجزت بسرعة. وطبعا تكوني شاطفة كل الطبقة معاكي، الكوبايات، اي حاجة في المواعين تكوني شاطفاها عشان لو فيها اي دهون او اي حاجة او اي بقى اكل تلين معاكي بسرعة. تمام، خلاص كده خلصت انا، وهبدأ اشطف على طول، وهسيبهم كده يتصفوا كده على جنب. هيتصفوا وعلى طول هحطهم في مكانهم. تمام، يلا بقى طول ما احنا واقفين في المطبخ نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويلا كده يا بنات انزلوا تحت في الكومنتات نصلي كده على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. على طول كده ورا بعض ورا بعض اشطف كده عشان نخلي مطبخنا كده نضيف وزي الفل. وما تنسيش لو الفيديو عجبك تعملي لايك وتشتركي في القناة. هستنى تعليقاتكم اللي بتفرحني ان شاء الله. يلا كده نخلص كده كل حاجة مع بعض. خلاص كده دي اخر حاجة، وبعد كده هغسل كده الحوض. انا طبعا غسلت البوتاجاز وغسلت برضو الرخامة ولمعتها كويس، بس اختصرت كده معاكم عشان متزهقوش مني وما تحسوش الفيديو طويل. خلاص كده غسلت الحوض وتمام. هبدأ ان انا اشطفه كويس من الصابون وهخليه زي الفل دلوقتي. ايه رأيكم بقى في المطبخ دلوقتي بعد ما غسلت المواعين وخليته زي الفل؟ شايفين؟ يلا بقى بينا نعمل الغدا. غدانا كده اسكندراني، عندي شوية زيت كده هحطهم على النار، واول ما الزيت يسخن كويس هضيف عليه الكبدة، مش هقلبها، استنى شوية. تمام، هحط لها التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود ومكعب مرق وفصين توم، هتقطعيهم كده صغير، بيدوا طعم حلو قوي قوي للكبدة. تمام، هتقلبيهم كده شوية صغيرين. هتجيبي كده بصلتين 3 وتقطعيهم مكعبات. تمام، وبعد كده على طول هتحطي كده الفلفل، ولو انت بتحبيه حراق قطعي معاها فلفل يكون حامي كده. خلاص خلصت الكبده، طبعا مش بتاخد وقت على النار كده، حشوناها في السندوتشات. كبده اسكندراني يا بنات تحفه وطعمها جميل جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. مع الف سلامه يا حبايب قلبي.